في الفترة الأخيرة يا صديقي العزيز، بما إننا داخلين خلاص على سوق انتقالات، فتردد كتير في الصحافة ووسائل الإعلام الأسبانية أخبار بتربط انتقال الظهير الأيسر لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز لريال مدريد، عشان تطلع بعدها بشوية كده نفس الأخبار ولكن المرة دي من الدوري الإنجليزي، بتربط انتقال ألفونسو ديفيز لمانشستر يونايتد وتحديدا مع المدرب الجديد لليونايتد روبن أموريم. طب يا ترى إيه الأنسب؟ ديفيز يروح ريال مدريد ولا يروح مانشستر يونايتد؟ تعالوا نحكي، بس استنى، ما تنساش لوس لايك وسبسكرايب يا صديقي العزيز عشان يوصلك كل جديد، وبرضه دعما منك يعني. ومش محتاج اقول لك ان كل اللي احنا هنقوله في الحلقه ده مجرد اراء شخصيه تحتمل الصواب وتحتمل الخطا. في اخبار كتيره بقى ظهرت برفض الفونسو ديفيز عروض التجديد اللي اتقدمت له من بايرن ميونخ، وده اللي خلى فيه كلام كتير على اللاعب زي من ريال مدريد ومن مانشستر يونايتد، ابرز المهتمين باللاعب. طب يا ترى ايه الانسب لالفونسو ديفيز؟ هل اللعب لمانشستر يونايتد ولا اللعب لريال مدريد؟ بص، خلينا نحط الاحتمالين والمعطيات بناء على الوضع الحالي للفريقين، وخلينا نبدا بالملكي ريال مدريد. تسمح لي اسالك سؤال يا صديقي العزيز؟ هو ريال مدريد ناقص؟ سامعك وانت بتقول لي دلوقتي طبعا عايزين باك شمال احسن من مندي واحسن من فران جارسيا، وضيف على كده دي صفقه ببلاش والحاجات اللي بيحبها جدي بيريز كده. استنى بس يا صديقي، انت ما فهمتش قصدي من السؤال. هو ريال مدريد ناقص مشاكل؟ تقول لي ازاي يعني؟ هو وجود الفونسو ديفيز في ريال مدريد مشاكل؟ ببساطة كده يا عزيزي، ريال مدريد عنده أزمة كبيرة في الناحية الشمال، وخناقة كبيرة ما بين فينيسيوس اللي واخد الناحية الشمال باسمه وما بين امبابي اللي مش قادر يتأقلم ومش واخد راحته في الملعب لأنه ببساطة مش على عدلته. متفقين لحد كده؟ متفقين. تقوم انت جايب لهم الفونسو ديفيز اللي هو اصلا باك هجومي اكتر، وكمان في الاصل الفونسو ديفيز كان جناح شمال. يعني ببساطه لو هتحطه باك شمال في ريال مدريد، مين هيغطي ورا الفونسو ديفيز المساحات اللي هو بيسيبها وراه؟ هل انت واثق في خط وسط ودفاع ريال مدريد دلوقتي ان هم اقوياء وهيقدروا يسدوا ورا الفونسو ديفيز؟ ما اعتقدش. فهل انت بقى كده حليت المشكله ولا زودت المشكله اكتر؟ شوف بقى، اعتقد كده انت فهمتني يا صديقي العزيز. ننقل بقى على مانشستر يونايتد. في اليونايتد بقى فخلينا كده في البدايه نبدا بتعيين اموريم اللي في الرسم التكتيكي بتاعه في التشكيله بيكون 3-4-2-1. يعني لو اليونايتد اتعاقد مع الفونسو ديفيز، فالفونسو ديفيز ضامن مكانه الاساسي بنسبه كبيره في الوينج باك شمال، وده اكتر اسلوب بيحبه ديفيز وبيرتاح فيه، وهو في المكان ده في الملعب لانك ببساطه في مدافع ثالث ناحيه الشمال هيغطي عليه في الزيادات والحالات الهجوميه بتاعته. ومعلومه ليك بقى يا عزيزي المشاهد، هو ده توظيف الفونسو ديفيز مع منتخب كندا، واللي ساعات كمان بيقدر يحرز منه اهداف من ان هو يزيد في ظهر دفاع الخصم. فانت كده استفدت من الفونسو ديفيز هجوميا وكمان غطيت وراه في الدفاع. فبس كده يا صديقي العزيز، الحلقه كده خلصت، اتمنى تكون عجبتك. ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، نشوفكم الحلقه الجايه. كان معاكم احمد خالد. بس كده، سلام.